السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داخل معهد فؤاد الأول بأسيوط. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب أي حاجة من السيدة عائشة وتيجي لهنا عشان نتكلم مع بعض عن تاريخ وعمارة الأثر الجميل بتاعنا اللي هنلاقي على كل البوابات بتاعته من الداخل ومن الخارج مكتوب معهد فؤاد الأول. الملك فؤاد اللي حكم مصر بعد ما اخوه السلطان حسين كامل بن الخديوي اسماعيل مات في سنة 1917، واستمر حكمه لغاية ما هو مات فؤاد في سنة 1936. وبعدين جه ابنه بعد منه الملك فاروق، حكم من سنة 1936 لغاية ما اتخلع بثورة 23 يوليو 52. نبص على النصوص التأسيسية ونركز فيها لأن هي مهمة، ونركز على التواريخ بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم، هنا بصوا مكتوب المعظم ومفيش أدعية بعدها، فوضع بيده الكريمة الحجر الأساسي لبناء هذا الاسم بقى بالكامل اهو للمنشأة بتاعتنا، المعهد الديني العلمي الإسلامي بأسيوط، في يوم الأحد المبارك غرة شعبان سنة 49 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية، الموافق 21 من شهر ديسمبر سنة 30 و900 بعد الألف من التاريخ الميلادي، وقد تم بناؤه سنة 1354 هجري 1934 ميلادي. يعني هو حط حجر الأساس سنة 30 واستمر بناؤه 4 سنين لغاية سنة 34، وافتتح للدراسة في 34 بس لسه ما افتتحش رسمي. افتتح رسمي امتى بقى؟ نبص هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر العظيم أيده الله. هناك كانت المعظم وهنا العظيم أيده الله. خدت بالكم بقى من الفرق؟ لأن فاروق وقتها كان عنده حوالي 19 سنة. هل فاروق هو اللي طلب إن هو يكتب الكلام ده؟ هو اللي قال لهم اكتبوه، ولا اللي حواليه هم اللي بيصنعوا الملك بالشكل ده وبيصنعوا الفرعون؟ فافتتح رسميا هذا المعهد المبارك معهد فؤاد الأول بأسيوط في يوم الثلاثاء 4 من شهر ذي الحجة سنة 57 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية، الموافق 24 من شهر يناير سنة 39 و900 بعد الألف من التاريخ الميلادي 1939. وقلنا فاروق مواليد سنة 20، يعني كان عنده 19 سنة. يبقى نركز كده مع بعض، نجيب التواريخ من البداية خالص. في سنة 1915 ده وقت السلطان حسين كامل أصدر مرسوم سلطاني إن هم يعملوا معهد ديني في أسيوط. بس كان مكانه فين بقى؟ أسيوط لأن هي عاصمة الصعيد، مهمة في كده. خلينا يعني دي ليه بيختاروا أسيوط بالذات؟ هي عاصمة الصعيد وهي وسط الصعيد يعتبر يعني. فاتعمل في مكان اسمه الجامع اليوسفي، يعني ما كانش معهد زي ده. وبعدين نقلوا مكان تاني اسمه الجامع الأموي، ده في وسط البلد في أسيوط. في سنة 1920 الملك فؤاد وهو لسه سلطان، كان لقب السلطان، جزر أسيوط، والشيخ الجبالي طلب منه ان هو يعمل قسم للدراسة الثانوية. فالملك وافق، اللي هو السلطان فؤاد وافق وقتها، وبالفعل بقى بعدها خصصوا قطعة أرض اللي هي دي في سنة 24 كان الازهر له قطعه ارض في وسط البلد مكانها اللي هي قصر مستشفى الحميات، دي كانت بتاعته. والارض دي اللي هي على النيل مباشره دي كانت تابعه لخفر السواحل. فحصل تبادل ما بين الارضين، ان الازهر ياخد القطعه دي ويتنازل لهم عن القطعه اللي هناك، واتبنى المعهد بقى هنا. الارض اتخصصت في سنه 24. وبعدين التواريخ بقى اللي احنا قلناها ان يجي فؤاد في سنة 30 يحط حجر الأساس، في 34 يكتمل البناء والدراسة تتم فيه. لكن فؤاد ما جاش يفتتحه لأنه كان مريض في 34 و36 مات فؤاد، 39 جه بقى فاروق عشان يفتتحه، وفاروق عنده 19 سنة. في الاتجاه ده كده اتقال، يعني ده زي الحوش اهو، بس هناك كده في المكان ده بيقال ان لما كانوا المشايخ بقى زمان بيجوا ما كانش لهم ده، ما كانش فيه عربيات، يعني كانوا بيجوا بقى راكبين المراكب بتاعتهم اللي تبقى يا اما بغال يا اما حمير، فكانوا بيربطوها هنا. يعني ده زي الباركنج بتاعهم زمان. هو مبني من ثلاث منشآت، 3 مباني منفصلة عن بعضها. ده المبنى الأهم اللي هو للتدريس،
اهو. والمبنى التاني اللي هو الداخلي اللي جنبه هنا والجامع. تبص هنا كده اهو فوق المعهد العلمي الديني الاسلامي، تاريخ الهجري 1352 و1934 ميلادي، اللي هو تاريخ الانتهاء من البنى. أنشئ بأمر حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر أدام الله ملكه، وتم في سنة 1352 هجرية 1934 ميلادي. الخطاط ماضي تحت اهو جنب التاء بتاعت سنة، تقريبا غزلان، مش عارف اقرب اكتر من كده. الطراز البنى طراز اندلسي لو خدنا بالنا. وهنا الباب هنلاقي مكتوب عليه المعهد العلمي الديني الاسلامي، قلنا ده اسم المؤسسه، وشبه بقى الابواب المملوكيه المصفحه، عز المولانا فؤاد الاول، زي الرنوك بتاعت المماليك. ودي على فكره فضلوا يستخدموها حتى بتوع الاثار لغايه حسني مبارك. يعني في 86 لما عملوا الممر اللي هو بين السلطان حسن والرفاعي ده، كانت العربيات بتمشي فيه، وقفلوا بقى منعوا العربيات انها تمشي فيه وعملوا ممر، عملوا هناك بوابه كده فكتبوا عليها عز لمصر السيد الرئيس محمد حسني مبارك عز نصره، زي دي بالظبط. نبص بقى هنا، ده النص بتاع حجر الاساس. شفنا بره نصين وهنا النص ده برضو مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل ووضع الحجر الاساسي، اهو وضع الحجر الاساسي لبناء معهد اسيوط الديني العلمي الاسلامي بيده الكريمه حضرة صاحب الجلاله مولانا الملك المعظم ملك مصر، لوحده بقى في سطر اهو، فؤاد الاول. امتى؟ في يوم الاحد غرة شعبان سنة 1349 هجرية، الموافق 21 ديسمبر سنة 1930 ميلادية. وهنا اسم المقاول شركة المقاولات عبد الحليم وابراهيم نصير 1352 1934. ده بعد ما خلصوا. ندخل المبنى اللي هو الدراسة اللي فيه بقى الفصول. شوفوا الطراز زي ما قلنا الاندلسي، دي الارضيات الاصليه، عامل نفس الشغل بتاع المماليك، المكسلتين اللي بيبقوا على المدخل التذكاري اهو، المطارق بتاعه الباب بس مش كامله. تسمعوا حتى ان في دلوقتي في طلبه، ما احنا مش وقت دراسه، وهو اصلا مش المفروض ان هو مش للذكور، يعني مش للاناث بس. الاطفال دول، لان شيخ الازهر الشيخ الطيب عمل حاجه اسمها الرواق الازهري، ان هم يستخدموا المعاهد لتحفيظ القران بعد العصر، بعد ما الدراسه تخلص. شوفوا الحاجات دي كلها، في حاجات كتير مستورده من انجلترا مخصوص. يعني بصوا هنا، دي اللي هي بتاعت الميزاب بتاع الميه او المزراب، الكتابات اللي عليها كتير منها مستورد، دي نحاس اصلي كلها، الحاجات دي اصيله. بالمناسبه هو اتسجل اثر في سنه 87 صنافوره على الطراز الاندلسي برضو. ليه بنقول ان هو اتسجل اثر في 87 وهو يعني ابتدى حجر الاساس زي ما احنا شفناه بره من سنه 1930 من 1930 ل 1987، يعني كان عنده كام سنه؟ عنده 57 سنه. 57 سنه يعني ما تمش 100 سنه وتسجل اثر. ده كان في عصر الوزير الفنان فاروق حسني، كانت في حاجات كتير جدا بتتسجل اثار.
حتى لو ما تمتش 100 سنه، بس هي احنا شايفين يعني المبنى بيتكلم بصراحه. برضو بعض وسائل الاضاءه القديمه اهي، اهي اللي هي جنب اللمبه دي، بس للاسف الحاجات دي ما بتعيش لان هي بتبقى ازاز فبتتكسر بسهوله. هنا في معمل انا دخلته بس علشان الوقت بس، يعني مش هنعدي. المعمل ده في حاجات مش موجوده في بعض المعامل بتاعت كليات العلوم هنا. وفي قاعه سينما فوق. متخيلين الكلام ده كان في اسيوط؟ بنتكلم امتى يعني؟ في الصعيد في سنه 30، سنه 30 و34 كان في قاعه سينما هنا. مبنى فوق بقى الفصول، بس علشان الوقت بس هنعدي بسرعه كده ونروح للجامع. دي الغرفه بتاعت شيخ المعهد. عارفين في يوم ما اللي قاعد في الغرفه دي مين؟ هنا اتنين هم اصلا مسكوا شيوخ الجامع الازهر، الشيخ الظواهري والشيخ حمروش، كانوا مشايخ للمعهد ده، وهم لسه يعني بيتدرجوا بقى في السلم الوظيفي بتاع الازهر. وكان هنا الشيخ، شوفوا الاثنين ربنا يرحمهم كلهم، الشيخ سيد طنطاوي. الشيخ سيد طنطاوي كان شيخ ازهر ايام مبارك من 96 بعد الشيخ جاد الحق لغايه ما توفاه الله في سنه 2010. الشيخ سيد طنطاوي لما كان عميد كليه اصول الدين اللي هي فرع اسيوط كانت مقرها هنا، فهو كان مكتبه كان هنا. ده المبنيين التانيين الجامع، وده المبنى الداخلي بقى اللي هو ما عادش داخل النهارده. نبص على الجامع والمأذنة بطرازها المملوكي. الجامع ده أجمل ما فيه. بصوا، ده أول حاجة يعني. أنا المفروض بنبص على الجامع كده، أنا أول ما بصيت هنا، بصيت على السجاد. ده الأصلي، ده بتاع الملك أهو. والمنبر ده كانوا بيستخدموه لتدريب الطلبة على الخطابة هنا. بس هو ما لهوش اسم الملك مكتوب عليه، بس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المبنى بقى اللي جنبنا اللي هو الداخلي ده، شايفين؟ نلبس بس تاني. ده كانوا الطلبة بياكلوا هنا، يعني في مبيت، لان طلبة احنا بنقول ان اسيوط هي عاصمة الصعيد، فبيجي طلبة من القرى والنجوع. بس النهاردة خلاص بقى اتلغى الكلام ده، لان خلاص يعني عاد كل قرية فيها معهد ديني. شوف جمال الخط واللوحة، حتى مكتوبة من جوه ومن بره. اتغير الاسم بعد ثورة يوليو لمعهد أسيوط. ده الأماكن اللي الطلبة كانوا بياكلوا فيها. جوه هنا المطبخ والمطعم، في مطبخ جوه ومطعم، وأماكن دي كلها الحاجات دي أصيلة يعني من عمر المكان. وهنا نفس الكلام. شوف بس حاجة قبل ما نطلع المكتبة، حاجة أخيرة هنشوفها هنا في الحمامات. البلاط ده أصلي برضو. بصوا هنا بقى في الحمام ده، لو مش غلطانين أعتقد هو في هو ده، في السخان الفحم اهو
مازال موجود. ده زي اللي احنا شفناه في قصر الامير يوسف كمال في المريس، هو اخوه في الاقصر. سخان الميه. الكلام ده تاني في اسيوط في سنه 30. نبص بقى على المكتبه اللي فوق، المكتبه اللي فيها كنوز من الكتب. المكتبه دي هنطلع لها دلوقتي، هي بدات ب1000 كتاب، النهارده فيها يعني اكتر من 21,000 كتاب، فزادوا 20,000 كتاب. الكتب بقى اللي هي بتاعت الازهر، بس هي الجمال اللي فيها كنز بقى اللي احنا هنختم بيه عشان تفضلوا معانا كده في المبنى. اول ما تدخل المكتبه على طول برضو السجاده، بس شوف اول حاجه هتيجي في وشنا على طول فقه حنفي. هنا اهو، دي جديده بس دي القديمه الاصليه اهي، فقه الحنفيه. يعني انا اتقال لي هنا ان موجود الفقه الحنفي، موجود الفقه الشافعي والفقه المالكي. الفقه الحنبلي مش موجود منه الا كتاب واحد، متخيلين؟ بس فقه يعني فقه الشافعيه ومعاهم كتاب للفقه الحنبلي. اقول لكم على معلومه كده، في عصر شيخ الازهر الشيخ عبد الحليم محمود، ودي عملها برضو الشيخ احمد الطيب، دراسه المذهب الفقهي بيكون اختياري، فلقى ان مفيش ولا طالب بيتقدم لدراسه المذهب الحنبلي. فعمل ايه الشيخ عبد الحليم محمود؟ عمل مكافاه ماليه. المكافاه دي تقريبا كده كانت قد المرتب بتاع المدرس، علشان يشجع ان الطلبه تدرس المذهب الحنبلي. والشيخ عبد الحليم محمود هو ما كانش حنبلي، ما فيش شيخ ازهر خالص جالنا في مصر كان شيخ ازهر حنبلي، يعني مذهبه حنبلي. والشيخ عبد الحليم محمود كمان اصلا صوفي. بس هو الفكره ان لقى ان ده علم هيندثر، مش هيبقى موجود، يعني هنيجي في يوم ما مش هيكون عندنا اي حد يعرف اي حاجه عن الفقه الحنبلي، فاضطر ان هو يعمل كده، وعملها برضو الشيخ الطيب. نبص بقى ده الكنز بقى بتاعنا اللي هنختم بيه اهو. بصوا الجمال، معهد اسيوط الديني العلمي الاسلامي. نفتح كده، ده الاصل يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فؤاد حط حجر الاساس، الملك فؤاد والملك فاروق اللي افتتح. بسم الله الرحمن الرحيم، احمدك اللهم على ما اوليتنا من هدى وخصصتنا به من رحمه، واصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله الطاهرين وصحابته الاكرمين، وبعد. فقد كان من توفيق الله سبحانه أن أذن بأن أفتتح المعهد الديني العلمي الإسلامي الذي أمر والدي المغفور له الملك فؤاد الأول بتشييده في مدينة أسيوط، والذي تم بناؤه في سنة 1354 هجرية، ونرجو الله أن يجعله مصدر خير للإسلام وأن يمدنا بعنايته وتوفيقه. 4 ذي الحجة سنة 1357 هجري، اللي هو 24 يناير 1939 ميلادي. ودي الإمضة بتاعت الملك فاروق، هي غريبة شوية بس هي دي امضته. العلم مصر وقتها، تشريف حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول للاحتفال بوضع الحجر الأساسي لمعهد أسيوط الدين العلمي الإسلامي. الكلام ده كان 1930 زي ما قلنا. وبعدين ده الاحتفال بتشريف حضرة صاحب الجلالة، الاتنين حضروا. فاروق بقى لما جه يفتتح المعهد في سنة 39 اهو. ده لما فؤاد، ودي امضة فؤاد لما حط حجر الأساس اهو. ملك مصر المعظم حامي حمى الدين فوضع بيده الكريمة الحجر الأساسي لبناء معهد أسيوط الدين العلمي الإسلامي، الذي اقتضت إرادة جلالته إقامته بهذه المدينة.
هنا برضو بأمر حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء وقتها بالنيابة عبد الفتاح باشا يحيى اهو، قام بإطلاق اسم فؤاد الأول على مؤسسات مرسوم ده بقى إن منشآت عامة. كل الكلام ده اتغير بقى بعد ثورة يوليو زي ما احنا قلنا، بس بصوا بقى الحاجات كلها اللي ايه اللي اتغير اسمها من، يعني انا هثبت كده واللي عايز بقى يبص ايه يثبتها ويشوفها كلها. جامعة فؤاد بدل من الجامعة المصرية اهو. مجمع اللغة العربية الملكي بقى اسمه مجمع فؤاد الأول للغة العربية. كل ده فؤاد 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 فؤاد، شوف المسميات. وفي الآخر معهد فؤاد الأول بأسيوط بدل من معهد أسيوط. نتمنى إن احنا نكون يعني ضفنا لكم معلومات جديدة. النهارده 13 رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تعملوا شير، ونشوفكم إن شاء الله في أثر جديد وفي حلقة جديدة من حلقات الصعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.